نفسك تطور من نفسك وتتعلم مهارات جديدة وتكون جاهز لسوق العمل وتعرف كل الحاجات الجديدة فيه، لكن بتقابلك مشكلة انك مش معاك الفلوس الكفاية انك تاخد كورسات تؤهلك للي انت عايزه. ده غير كمان ان اغلب الكورسات الكويسة الموجودة باللغة الانجليزية، وانت يمكن اصلا محتاج تاخد كورس انجليزي لان الانجليزي عندك مش قوي. وعشان كده عملت لك الفيديو ده اللي هشارك فيه معاك 5 مواقع باللغة العربية وبتديك كورسات قوية جدا وكمان بشهادات معتمدة. عشان اكون دقيق في كلامي وببدأ الموضوع معاك بكل مصداقية، مش كلهم طبعا بيدوا شهادات معتمدة، لكن اغلبهم بيدي شهادات معتمدة. لكن لو هنتكلم عن محتوى الكورسات فكلهم اقوياء جدا وبيدوك محتوى قوي جدا. فلو عايز بقى تعرف اكتر ايه هم ال5 مواقع دول، يبقى لازم دلوقتي تصلي على النبي وتتابع الحلقة دي للنهاية. انا طارق صادق وانت منورني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا بكم فيديو جديد. معاكم طارق صادق. بفكركم ان احنا في القناة بنقدم لك محتوى مفيد بشكل بسيط وخالي من كل الكلاكيع، فما تبخلش عليه باللايك الحلو بتاعك وكمان السبسكرايب. يلا بينا يا ابطال، من غير كلام كتير تعالوا ندخل على طول في اول موقع معانا من مواقعنا ال5. اول موقع برشحه لكم هي اول منصه تعليميه انا جربتها وانا نفسي كان عندي حوالي 13 سنه، يمكن اكبر شويه حاجه خفيفه، بس فعلا انا فاكر ان انا استخدمت المنصه دي في بدايتي خالص. اول ما قلت انا عايز اخد كورسات عرفت على طول المنصه دي وبدات فيها، وهي الغنيه عن التعريف منصه ادراك. وهي منصه تعليميه عربيه مجانيه بالكامل، هتلاقي عليها دورات تدريبيه في مجالات كتير جدا، تكنولوجيا تلاقي، اداره اعمال تلاقي، سوفت سكيلز تلاقي، كل اللي انت عايزه هتلاقيه ان شاء الله متاح على المنصه دي. وبالمناسبه وقبل ما اكمل، مفيش اي منصه فيهم عطياني فلوس عشان اطلع اشكر فيها، والفيديو ده كله ما فيهوش اي اعلانات، انا بكلمك عن تجاربي الحقيقيه والمنصات اللي فعلا قدرت تفيدني وتزود لي. الحاجات بقى الحلوه اللي في المنصه ان زي ما قلت لك محتوى الكورسات فيها باللغه العربيه. في نهايه كل دوره بتاخد شهاده معتمده ومعترف بيها، لان بالمناسبه منصه ادراك دي اصلا القائمه عليها هي ملكه الاردن الملكه رانيا. وعشان الملكه رانيا معروفه اصلا بمساعدتها وان هي بتحب تشتغل في مجال التطوير والشباب والحاجات دي، هي مدعمه المنصه دي بحاجات انت لا تتخيلها. رابط المنصه دي وكل المواقع اللي هنتكلم عنها وهرشحها لكم ان شاء الله النهارده موجود تحت في وصف الفيديو، اللي هو الكلام اللي تحت الفيديو هتلاقي رابط انا مجمع لك فيه كل الحاجات دي. تاني منصة أو تاني موقع برشحه لك وبقوة هو منصة رواق. تحسها شوية شبه منصة إدراك، لكن رواق بتتميز بحاجات مش موجودة في إدراك، والعكس صحيح، برضه هتلاقي في إدراك حاجات مش موجودة في رواق، أو الاتنين حتى لو موجود فيهم نفس مواضيع الكورسات هتلاقي المحتوى مختلف، وده حلو جدا وده حلو جدا جدا. واللي بيميز بقى رواق عن منصة إدراك إنك هتلاقي فيها المواد الأكاديمية بتاعتك، يعني أنت ممكن تدخل عليها كمان مش بس تاخد كورسات، ده أنت ممكن تلاقي عليها مصادر ومراجع تفيدك في المذاكرة. فهتلاقي عليها كورسات مجانية وكمان محاضرات مجانيه، وموجود فيها امكانيه التفاعل مع المحاضرين، حتى لو المحاضره دي مسجله قبل كده تقدر تعلق والمحاضرين بيردوا عليك وبيقراوا التعليقات بتاعتكم. وهتقدر تلاقي عليها كمان مجالات زي الطب والهندسه وحتى اداره الاعمال، عشان صحابنا اللي في تجاره وبيدوروا على محتوى اداره الاعمال اللي متاح بفلوس كتير جدا موجود عليها ببلاش. وبجد انا شايف ان منصه رواق من اقوى المنصات اللي برشحها لك في ال5 بتوع النهارده. قبل ما اكمل بقى وادخل على رقم 3 معانا يا صديقي، هل انت نزلت دعمتني وعملت لايك وعملت سبسكرايب ولا نسيتني؟ انزل دلوقتي يا صديقي اعمل لايك واعمل سبسكرايب وفعل زرار الجرس، لان الجديد دايما مفيد. ولو لسه مكمل الحلقه لغايه هنا ومركز معايا ما تهتش مني، انزل اكتب لي رقم 56، لان دي كلمه السر اللي تعرفني مين صحابنا الابطال اللي لسه مكملين معايا لغايه هنا ومركزين ومصحصحين معايا. عارف انت زميلك في الدفعه اللي بيسمع المحاضرات بتاعت الدكتور المعقده الصعبه ويجي يقولها لك كده بشكل كده سهل وتفهمه، ويلم لك المحاضره دي في كلمتين ونص، يشيل لك كل الحاجات اللي ملهاش لازمه ويكلمك كده صاحب لصاحبه مش بكلام اكاديمي معقد؟ ده بالظبط اللي بتعمله المنصه رقم 3 وهي تيرا كورسز. دي اجدد منصه انا اتعرفت عليها من فتره لا تتجاوز السنه او يمكن سنه بالعافيه، وحقيقي كانت اكتشاف بالنسبه لي، لان فعلا هي حققت المعادله السهله جدا بس ما تخطرش على بال حد. وهي عباره عن اننا جبنا لك موقع جمع لك كل الكورسات والدورات الموجوده على اليوتيوب في منصه واحده، فبدل ما تدخل على اليوتيوب وتتوه فيه او ما تلاقيش مصادر كويسه او تدخل كورس اي كلام او تتلاقي بقى في فيديوهات تانية، لا احنا جبنا لك الكورسات المضمونه الموثقه اللي بيديها ناس تقيله وحطيناها لك في المنصه بتاعتنا، وهتقدر عليها تاخد شهادات مجانيه ومعتمده في بعض الاحيان. طبعا بقول لك في بعض الاحيان لان دورات كتير منها زي ما بقول لك من اليوتيوب، فمين اللي هيديك الاعتماد؟ فشويه معتمد وشويه لا. بصراحه اهم حاجه في حلقه النهارده الصراحه يا صديقي،
وخلي بالك برضو تنويه قبل ما اكمل، الخبره اللي انت بتكتسبها والمعلومات اللي انت بتكتسبها صدقني اهم 1000 مره من اي شهاده. النهارده لو قدمت في شركه زي ما هيقول لك وريني شهاداتك، برضه هيقول لك وريني شغلك. فزي ما الشهاده مهمه، الشغل بتاعك اهم واهم، لان لو معاك احسن شهادات العالم وما بتعرفش تشتغل بايدك وما بتعرفش تطبق اللي انت متعلمه، يبقى ملهاش لازمه. والعكس، لو انا معايا شهاده يعني نص نص او اي كلام بس بقدر اطبق المحتوى بتاعها وشاطر جدا فيه، هيقبلوك ان شاء الله. فعايزك تركز يا صديقي على المحتوى اكتر ما تركز على انك تلم شهادات وخلاص. المنصه بتاعت تيرا كورسز اللي بكلمك عنها بقى عليها المجالات اللي احنا كلنا بنحبها: التسويق الالكتروني، البرمجه، تحليل البيانات، تصميم الجرافيك، المونتاج، تعلم اللغات. لبن العصفور موجود على المنصه دي. وزي ما قلت لكم وهعيد لكم تاني، كل روابط المواقع دي انا مجمعها لك تحت في رابط واحد سايبه لك تحت في وصف الفيديو، هتلاقيه وانت تحت كده وانت بتعمل لايك هتلاقيه. رابع منصة معانا صديقي تعليمية وعربية ومجانية هي منصة معارف، وهي منصة عربية بتقدم لك دورات احترافية بشكل مجاني، وبتقدر تديك شهادات معتمدة في مجالات متعددة وكتيرة جدا، زي البرمجة والتسويق واللغات. يعني هتلاقي عليها لغات كتير جدا بجد. وزي ما قلت لك المحتوى بتاع الكورسات بتاعتها باللغة العربية، وهو ده اصلا اللي انا عامل الفيديو عشانه، ان انت لو مش معاك لغة انجليزية تقدر تاخد دلوقتي العلم وتاخد كورسات وتاخد شهادات بالعربي. بس خلي بالك ده ما يمنعش انك تروح برضه وتطور نفسك وتتعلم لغه انجليزيه. الانجليزي مهم يا صديقي، ويا ريت اصلا لو استغليت المنصات اللي برشحها لك النهارده ودخلت اول حاجه اتعلمتها عليها هي اللغه الانجليزيه، لان مهما كان مجالك الانجليزي مهم. منصه معارف هتحس ان هي منصه كده شيك، والواجهه بتاعتها سهله، وانك تقلب على المنصه وتشوف المجالات اللي موجوده عليها والكورسات اللي فيها مش شيء صعب. هم مسهلين لك كل حاجه، ادخل انت بس وهتدعي لي ان شاء الله. خامس منصة معانا صديقي هي مش منصة، هو تطبيق معانا كلنا، بل انك يا صديقي بتستخدمه دلوقتي، وهو بلا شك اليوتيوب. ما ينفعش النهارده اكلمك عن ازاي تاخد كورسات باللغة العربية وما اذكرش اليوتيوب. اي كورسات، اي دورات، اي حاجة عايز تتعلمها موجودة على اليوتيوب. انا قلت لك ان في منصة اسمها تيرا كورسز جايبه لك الكورسات اللي على اليوتيوب وحطها لك في مكان واحد، بس ده ما يمنعش انك برضه تدخل على اليوتيوب وتدور بنفسك. ممكن تلاقي حاجات هم ما لقوهاش قبل كده، ممكن تشوف حاجات لسه نازلة جديدة، ممكن تتابع ناس خبرة جدا في المجال بتاعك، فانت ما يهمكش اي دوره تانية، انت محتاج تتابع الناس دي وبس، وهم هيوصلوك للي انت عايزه. فاياك يا صديقي تكون من صحابنا اللي متجاهلين دور اليوتيوب او ناسينه. خصص في يومك لو نص ساعه، ساعه، اي وقت في يومك، امسك فيه موبايلك وافتح اليوتيوب، دور على حاجات في المجال اللي انت مهتم بيه. هتلاقي كورسات كتير جدا في المجالات اللي انت عايزها، هتلاقي فيديوهات منفرده في اي مجال انت عايزه. حتى دلوقتي اليوتيوب بقى موجود عليه بودكاست تدخل تسمعه وتتفرج عليه في مجالات برضو انت مهتم بيها. فما ينفعش النهارده اكون برشح لك 5 منصات باللغه العربيه وتديك كورسات قويه وما اذكرلكش فيها اليوتيوب. فاهتم جدا يا صديقي بالاربع منصات اللي كلمتك عنهم، واليوتيوب 1000 مرة. أنا كده يا صديقي عملت معاك الواجب وزيادة، جبت لك 5 مصادر لغاية عندك، قلت لك دول هيعلموك وهيدوك كورسات، وفيهم اللي هيديك شهادات معتمدة، وكل ده باللغة العربية. فأنت النهاردة خلاص ما بقاش ليك حجة إنك تاخد الكورسات وتطور من نفسك وتتعلم. وكمان مسهل لك الدنيا كلها ومجمع لك كل دول في رابط تحت في وصف الفيديو، الكلام اللي تحت الفيديو. المهم وأنت تحت وبتبص على المصادر والحاجات دي، ما تنساش يعني تنزل تدعمني بلايك، تدعمني بسبسكرايب، تفعل زرار الجرس، لأن الجديد دايما مفيد. وشارك الفيديو ده مع اصحابك، خلي الفايده تعم. وكالعاده يا صديقي لو عندك اي سؤال، اي استفسار، اي حاجه عايز نعمل عنها حلقات اكتر، اكتب لي تحت في التعليقات. وانزل كمان اكتب لي تمت بحمد الله لو قدرت تكمل الحلقه دي لغايه اخرها وكنت من الابطال، عشان اعرف مين كملوا الحلقه لغايه الاخر. اتمنى في النهايه تكون الحلقه دي لطيفه وخفيفه، تكونوا اتبسطتم واستفدتم. كان معاكم طارق صادق، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.